غادي نوريكم واحد الظاهرة للأسف في قبور المسلمين. ها انت ها هما ها هي كيجريو كيقلبوا فين ما كان شي واحد جاي يزور باه ولا ما يجيو لعندو. ها هو فين جاي عندي. ها الاخر عاوتاني من هيك يعيط. راه اخويا هادشي راه ولا بزاف. فين ما كان شي واحد حافظ شي ايات العذاب وايات الناعم في الجنه كيبدا يجي يدوق عباد الله ويدير 20 درهم. هادشي راه حرام وما كاينش نهائيا وغادي تعذبوا الفقهاء. ماشي فقهاء اصلا نتوما، غير الطلبه. الفقيه كيكون عالم، العالم هو الله، اما الطالب كيكون كيقرا القران حافظ شي ايات وصافي باش يتقوت، باش كياكل بهم طرف الخبز. دابا كيقرا سوره تبارك الملك، ياك تبارك الملك كيقراها الانسان اللي حي قبل ما يموت باش كتوقف معاه في القبر ديالو. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت. اما باش يجي يقراها على واحد 15 عام وهو ميت، باش غتنفعو؟ ما عندك باش تنفعو، خاصك تدعي معاه. هاد 20 درهم هادي ما بقاتش نافعه حتى الاحياء، عاد تعطيها انت للطالب يقرا لك على امك ميته باش ينفع. هادشي راه ما كاينش، هادشي خواخاوي وصافي. انت هو فين كيكسلو عاوتاني. وزيد داك الظاهره القبور ولا بحال الشيعه، واحد خدام كيدير الزاج، واحد كيدير الخشب، واحد كيدير الرخام، واحد القبز. وهادو راه هما قبور، غير هادو قبور كيتحلم هاد الناس انه يتحرك كيما بغا ويمشي كيما بغا. الاخر مسكين بلاصه وحده ما يقدرش لا يتكمش ولا يتحرك. حيتاش علاش؟ حيتاش انتهى العمل ديالو. هادو باقيين العمل ديالهم. يعني بنادم خصو يغتنم الفرصه، ما حدو عايش.